السلام عليكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ مع قناة سيسترز فود للوصفات البسيطة والسهلة. النهاردة جايلكم فكرة جديدة. هنعمل مع بعض الرز المصري بالكركم بطريقة جميلة وبسيطة، وبنحتاجه في أكلات كتير ومع أكل معين. هنجيب الحلة بتاعتنا وننزل ب3 معالق من السمنة البلدي أو السمنة النباتي، أو ممكن نستبدله بزيت نباتي. هننزل بمكعب مرقة دجاج. هنبدأ نقلب المكعب بتاعنا مع السمنة بتاعتنا لمدة دقيقة. بعد كده هننزل بمعلقة كبيرة من الكركم، هنقلبها برضو لمدة دقيقة قبل ما ننزل بالرز بتاعنا. دلوقتي هنجيب الرز بتاعنا بعد طبعا ما احنا كنا غاسلينه وسبناه يتصفى. هنبدأ نقلب الرز في الكركم ومكعب مرقة الدجاج علشان ياخد لون وطعم منهم قبل ما ننزل بالسائل بتاعنا. هننزل بقى بكمية الملح، وننزل بالسائل سواء مية سواء شوربة الموجودة عندك أو حسب الرغبة. أول ما يبدأ يغلي ههدي عليه النار خالص وأسيبه يستوي براحته. طالع شكله جميل جدا، على الرغم ان في الأول وهو لسه ني بقلبه مع الكركم كان باين انه لونه فاتح، بس لما استوى بقى لونه جميل جدا، لأن الكركم لونه فاقع بيظهر من أقل حاجة بيلون. بنقدمه بقى مع أي حاجة احنا حابينها. دوت كده يبقى بديل الرز البسمتي. اتمنى ان الفكرة تعجبكم، واتمنى ان اكون افدتكم، وان شاء الله مكملين مع بعض في وصفات بسيطة وسهلة. واتمنى ان انتوا تشتركوا معايا في القناة عشان يوصلكم مني كل جديد، وتدعموني عشان دعمكم هيفرق كتير. ونتقابلوا على خير في وصفة جديدة، والسلام عليكم.